أهل ليبيا مرة ثانية بقول اجعلوا ليبيا أرضا واحدة، ولا تسمحوا لأي دولة أجنبية بالتدخل في شؤونكم. وبأكد حتة ثانية، اللي هناك في الدول الغربية، اللي قاعدين في لندن، اللي قاعدين في نيويورك، اللي قاعدين في أي مكان وكل شوية يطلعوا على البي بي سي أو على الجزيرة في مكتبها أو على الحرة، احذروا دول اللي بيجوا على ظهور الدبابات، حتى مهما يدعي ان انا عايز ليبيا، دول لا دول وربي هم وقود الفتنة، دول هم اللي جايين على ظهور الدبابات. يا جماعة بالله احذروا، بالله احذروا، مش عايزين نخسر ليبيا ابدا ابدا ابدا. ولذلك الشيخ يا يكون مصلح يا بلاش يشتغل خالص، يا بلاش يتكلم. انا ممكن اقوم قايل دلوقتي يا شباب اعملوا كذا وافعلوا كذا في ليبيا، افرض الشباب خرجوا وسمعوني وقام الطلقات جالهم في صدورهم او في دماغتهم، اتقتلوا الاولاد وبيوتهم بقت حزن ودماء، امهات ثكالى، الاطفال يصرخوا بيوت، انا لا اتحمل دم دول.